عمرك فكرت أو عمرك فكرتي البني آدم اللي انت هترتبط بيه ده ولا اللي انت هترتبطي بيه ده وهو صغير كانت علاقته عاملة ازاي بأهله؟ طب ما سألتيش نفسك الشخص ده كان متحرش؟ حد طب أنا أسألك سؤال مهم جدا. سألتي نفسك ماضيه كان عامل ازاي؟ ماضيها كان عامل ازاي؟ أعتقد شيء مرعب جدا. بس اللي متعارف عليه في عصورنا بيقولك انت ليك ان انت تحاسب الشخص من اول ما عرفته، مش من بعد ما جيت ارتبطت بيه تحاسبه على القديم. القديم خلاص هو اكيد دفع حسابه وخلص. بس انا عايزه اصدمك وافاجئك بمفاجاه مهمه قوي. انت عارف ان في ناس لسه بتسدد فواتيرها لحد النهارده؟ اقسم بالله. اصل الكوارث اللي كانوا عاملينها بالقسط اللي هتسمعه في الحلقه دي صدمه وكارثه بكل المقاييس. محدش هيصدق. لا 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 صدق، عشان بيحصل. واحدة بعتها بتقولي حاجة غريبة جدا. بتقولي وانا ماشية معاه في الشارع بعد ما ارتبطنا وبعد ما اتخطبنا بلاقي ليه نظرات غريبة جدا. هو كان بلاقي ليه نظرات غريبة جدا. هو قد يكون بيبقى معجب بأي واحدة ماشية على وش الأرض، بس لما بيجي يتعامل مع رجال بيبقى قرفان منهم جدا. وده الطبيعي لأي واحدة في الدنيا. أي واحدة هتسمع تقول طب ما الطبيعي إن الراجل يبص لأي واحدة يعجب بيها، ولما يشوف واحد يعني ما يقرف منه. بس أنا عايزة أقول لك يا عزيزي، أنا مش من الطبيعي أبدا إن حضرتك لما تشوف من بني البشر حد من نفس جنسك إنك تبقى قرفان منه. لأن ده في علاقتنا بأي حد بيفسر بشيء غريب جدا، يا إما حقد يا إما غيرة يا إما ضغينة. لكن عمرك أو عمرك فكرتي الشخص ده هو طفل اتعمل فيه إيه؟ البنت دي بتقول بعد علاقتي بيه وبعد ما ارتبطت بيه وكانت أمورنا ماشية تمام، بدأت ألاحظ إن هو بيفرك في إيده كتير، أو بيقعد يعمل في صوابعه كده بمعنى الكلمة، وكل شوية يعمل كده. بدأت تقول له انت بتعمل كده ليه؟ دي حتى من كتر ما هي لاحظت ان هو بيعمل كده، لاحظت ان في زي تشققات وجروح في صوابعه. فهنا الشيء اللي خلاها حابة تسأله انت بتعمل بايدك كده كتير ليه؟ قال لها عادي يعني، دي طبيعتي مفيهاش مشكلة. طبعا في الوقت ده هي فسرت ان هو بيداري على شيء ما. لكن بعد فترة بتقول يا داليا بدأت ألاحظ إن هو في أي تجمعات بالذات لو فيها رجالة بيبقى عمال بيعمل بإيده كده، ولو قاعد في تجمعات نسائية صوابعه بتبقى مريحة عادي كده. فأنا ما بقتش فاهمة وإيه اللي كده وإيه اللي كده، في إيه مالك، احكي القصة كويس. بتقول بصراحة ربنا يا داليا بدأت أحس إن الموضوع فيه إن بقيت أشك إن الموضوع فيه حوار. قلت لها الصراحة أنا كمان شاكة إن في حاجة مش مظبوطة. بتقول بعد مدة من علاقتي بيه ومن إن أنا بدأت أتعامل معاه اكتشفت حاجة صعبة أوي يا داليا. قلت لها إيه؟ اكتشفت إيه؟ قالت لي أنا اكتشفت إن الشخص ده عنده مرض نفسي. نعم. يعني إيه؟ قالت لي أنا كنت في الأول فاكرة إن هو بيغير من أي راجل يعني عشان راجل وكده ومفيش أحسن منه، لكن قعدته مع الستات كويسة جدا، ده حتى بينجذب لقعدات السيدات، لكن قعدات الرجالة ما بتلفتش نظره. وده شيء كان بيضايقني جدا في التجمعات العائلية. كان يسيب قعدات الرجالة ويجي يقعد معانا احنا الستات، وكنت أنا اللي بتحايل عليه وأقول له بعد إذنك لو سمحت روح اقعد مع الرجالة. يقول لي أصل هما بيتكلموا في الاقتصاد وفي الفلوس وفي العمارة. وأنا اتخنقت وانت عادتكم هنا لذيذة بصراحة. بعد مدة اكتشفت شيء صعب جدا. لما بدأت أتكلم معاه وبدأت أتساير معاه لقيته بدأ يحكي لي أسرار عن بيته وأسرار عن علاقته بأهله. واكتشفت يا داليا صدمة. بنت بتقول من بعد كلام كتير عن عيلته بطريقة مش كويسة وإن أمه كانت صعبة، أمه كانت بتضربه كانت بتعذبه، ده كمان وصلت بيها إن هي كانت بتستخدم معاه أساليب في العقاب. يعني أنا مش عايزة أتكلم فيها قوي بصراحة، بس كانت أساليب بشعة. مستحيل أم تعمل كده في ابنها. فالولد ده طلع معقد جدا. لكن بتقول اللي أنا اكتشفته طبعا بعد اللي انتوا سمعتوه ده هتقولي لي هو في صدمة وفي كارثة أكتر من كده. أقول لكم في كتير قوي كمان. الحقيقة البنت دي اكتشفت سر بشع جدا عن الولد ده. حسيت إن هو ممكن شخصيته دي أو ممكن طفولته دي تؤثر على تربية أبنائنا، لأن هي كانت بتشوفه لو شاف طفل بيتضرب أو طفل بيتعذب في الفيديوهات اللي على الإنترنت دي بيقول لها دايما كلمة أحسن سيبيه يتربى. ودي كانت الحقيقة حاجة موجعة جدا لقلبها، كانت بتتضايق جدا جدا لما بتسمعه بيتكلم بالطريقة دي. دلوقتي يا داليا أنا بقيت أخاف منه. بدأت
ادور واعمل سيرش على فيديوهات مثلا فيها مثلا اطفال يعني مثلا بيتعذبوا، كاميرات المراقبه والحاجات دي، واوريها له، واجيب له فيديوهات من بره ومن كل يعني اللي هي الفيديوهات المنتشره على الانترنت اللي موجوده في العالم دي، الاقيه بيقول لي احسن يستاهل، احسن يستاهل. طبعا بتقول انا كنت عايز اتاكد من حاجه واتاكدت منها. استغربت جدا طريقته، استغربت جدا ان هو مؤيد جدا لفكرة الضرب. ففي الوقت ده البنت عندها صدمة، بتقول شخص زي ده هل ينفع ارتبط بيه؟ ولا شخص زي ده ممكن يأذي أطفالنا في المستقبل لو خلفت منه؟ وهل هعرف أعيش معاه حياة سوية؟ على العلم إن هو في بوزيشن كويس جدا جدا، ووضع المادي كويس جدا جدا، وأهله ناس محترمة جدا جدا، وكل الذكريات اللي هو حكى لها عليها ذكريات طفولة مش أكتر. السؤال هنا بقى، هل الطفولة بتتنسي؟ هل الماضي بيتمحي؟ اسمع رأيكم في الكومنتات، وأنا هقول لها رأيي دلوقتي. أنا شايفة الشخص ده لا يصلح للارتباط. الشخص مادام راحت منه حتة الحنية والرحمة، يبقى ده قولي على الدنيا السلام. لأن الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فإزاي البشر ما يبقاش عنده الصفة دي؟ الفطرة اللي احنا ربنا خلقنا عليها هي السلام. بعد كده العوامل الزمنية هي اللي بتتحكم في البني آدم، وهي اللي كفيلة تخليه شرير أو طيب. فواضح هنا من طفولته وذكراه الأليمة إن هو بيعاني من مرض نفسي، وكان بدايتها الفرك الصوابع، ودي حالة نفسية شديدة جدا. وعنده اهتزاز إن هو يقعد مع رجالة زيه ويشوف حد أفضل منه، أو إن حد يبتزه، لأن هو ما عندهوش قوة المواجهة وقوة الحوار. فبالتالي بيلجأ للقعدات النسائية اللي هو بيشوف نفسه فيها أعلى وأقوى وقادر يسيطر. وده نتيجة تربية أب وأم غير أسوياء منذ الصغر للأسف. الفيديوهات اللي بيشوفها وبيقولك عليها أحسن، ده أكبر دليل على كلامي اللي أنا قلته. ومادام انتزعت الرحمة من قلبه وعنده مرض نفسي لم يعالج، أو بشكل كبير مش هيتعالج، لأن زي ما قلت لكم الماضي ما بيتمحيش والذكرى بتفضل عايشة في قلب الطفل. لأن الأهل دول واضح إن هم ما لملموش أشلاء قلبه وهو صغير لما كانوا بيأذوه نفسيا بهذه الطريقة، فالولد اتربى على العنف. اللي أنا عايزة أقوله لك إن البيوت أسرار، وكل بيت عبارة عن حيطان جواها أسرار. فمش لازم أظهر لك الأسرار دي بره وأنا معاكي، أنا بره هرسم لك أحسن صورة وهوريكي أحسن شكل لينا كأسرة، ولكن لما الباب يتقفل علينا ممكن يبقى فيه وش تاني مرعب أنت ما تعرفيش عنه حاجة. وده اللي حاصل في علاقتك بالولد ده. نصيحتي ليكي فكري، ادرسي الموضوع كويس، وقبل ما تقدموا على الارتباط او على الخلفة من شخص ما، لو لقيتوا ان هو غير سوي وغير متزن، ارجوكم انسحبوا. خسارة قريبة ولا خسارة بعيدة. كنت معاكم انا داليا ناصر، تحياتي.